ناصر الخليفي يثور غضبا على فرنسا ويفجر مفاجأة كبرى ليوسف عطال ويكشف مؤامرات الإمارات ضد لاعب الجزائر. ولكن في البداية عطر فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متضامن مع النجم الجزائري يوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. يتعرض النجم الجزائري يوسف عطال لهجمة شرسة من الإعلام الفرنسي والغربي وخاصة رئيس بلدية لانس والبرلمان الفرنسي، ورئيس النادي طلب منه الرحيل. لكن تضامن الملياردير القطري ناصر الخليفي صاحب نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة الخليفي مع يوسف عطال وأدلى الخليفي بتصريحات خطيرة نقلتها صحيفة الوطن القطرية وقال: الغرب دائما يناقض نفسه، وهؤلاء اللاعبين إذا تضامنوا مع الشواذ لكرمتهم فرنسا. لاعبين الجزائر هم لاعبين أحرار، ورغم أنهم تربوا في أوروبا وفي فرنسا، فمثال رياض محرز عاش وتربى في فرنسا ورفض الانضمام إلى منتخب فرنسا وفضل منتخب الجزائر. ومحرز في كل بطولة يحصل عليها يحمل علم فلسطين والجزائر، فالجزائر هي التي تحمل هم الأمة، على العكس من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. فمحمد صلاح بصمته أصبح يمثل أمريكا وإسرائيل. وقال الخليفي: الإمارات تحاول الوقيعة بين مصر والجزائر غدا، وعينت الحكم الإماراتي ذو السمعة السيئة حتى يشعل نار الفتنة بين الجزائر ومصر من أجل أن ينسوا القضية الفلسطينية. فأنا أقدم عرض خيالي ليوسف عطال للانضمام لنادي السد القطري. وفي النهاية لو أنت متضامن مع يوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.